لو بتحب امك بجد ومن قلبك اتفرج على الفيديو ده للاخر، علشان امك لو زعلت انت عارف هتقولك كلام كتير قوي. اوله هطفش من البيت وما تعرفوليش طريق جره، ولغايه دلوقتي العلماء لسه ما وصلوش لطريق جره ده فين على الخريطه. ولو الزعل بتاع امك زاد هتستخدم السلاح النووي بتاعها، الشبشب او الخرطوم. ولو ما نزلتش ترمي الزباله هتقولك انزل انا بقى يا ستي يا كبيره، اروح انا ارمي الزباله، انزل والشحوطه قاعدين في البيت، ما هو انا ما خلفتش رجاله. ده غير بقى لما تكون بتصلي الله اكبر الله اكبر. الوليه مالها في ايه؟ الله اكبر. انت بتصوتي ليه؟ في ايه؟ احنا خايفين لما تيجي تسلم ولا حاجه، مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. السلام عليكم ورحمه الهي تنشكوا في قلوبكم وفي بطنكم يا بعده. في ايه يا ماما؟ احنا عملنا ايه؟ عدينا من قدامك كنت بتصلي، عملنا ايه؟ عمال ازعق واقول الله اكبر بصوت عالي علشان تطفوا على الحله بتاعت الرز، هتتحرق الهي تتحرقوا في نار جهنم يا بعده. ويا سلام بقى لو قالت لك هاتي لي يا بنت الطرحه السودا من عندك من جوه. وطبعا احنا كالعاده بنموت في الكسل، فنقول لها مش لاقياها يا ماما، اخش انا اجيبها لك، ولو جبتها هجيبك من شعرك. ويا سلام لو ما حدش رد على امه في التليفون تقول لك بس الواد اتخطف ولا البنت اتخطفت. ويا سلام بقى لو خايف عليك من البرد، ما تمشيش على البلاط حافي ودخل الفانيلا جوه الكولوت علشان ما تستهواش. ولما تيجي تقول لك اطلع من تحت السرير ومش هعمل لك حاجه، وفي الاخر تطلع من هنا ويتقرس من لباليبه. وشافتك فاتح الزرار الاولاني في القميص يقول لك زرر الزرار ده بدل ما انت فاتح لي صدرك كده زي الشمحطجيه والشبيحه. ولما تخاف عليك قوي تقول لك اوعى حد يديك حاجه وتاكلها ولا تشربها، حاكم انا عارفاك طفل زي ابوك. ويا سلام بقى لو انت حسيت نفسك موهبه في الحمام وعمال تديها وتغني، ما تغنيش جوه الحمام هتتلبس. وشويه ما تدلدلش راسك من الشباك عشان راسك اتقل من جسمك، هتنزل هتاخدك كلك وتقع. ما تاكلش وانت واقف، الاكل هينزل في رجليك. لما تروح الفصل تقعد في اول صف في اول تخته علشان تشوف السبوره وتفهم من المدرسه اللي هي اصلا مش فاهمه. ما تقومي يا بنتي ساعديني في البيت يا بنتي بدل ما انا عمال اشتغل لوحدي وطفحانه الدم. الله يكون في عون اللي هيتجوزك، اقسم بالله لا تتطلقي من تاني يوم. ان شاء الله ربنا هيرزقكم بعيل يعمل فيكم اللي انتوا بتعملوه فيا. يعني قلتم على وشي واكفر؟ مش انا واحده ست بس هيضايقنا هي لو فلحت. ما هو اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. لو فلحت ابقى تعال اعمل بيبيع على قبري. ويا سلام بقى على الدعاوي السريعه اللي ممكن تبقى من حدك ونصيبك. تقول لها انا ماشي، تقول لك ماشي في ركبك. طب انا قعدت عليك كببه. طب هخش انام، نامت عليك حيطه. اصل عمو عمل دبب. طب اعمل لك حاجه اساعدك، عملك اسود ومنيل. خلاص مش هعمل حاجه، خلصت روحك. اطمر رقبتك على صدرك. ولو حبت تنادي عليكوا كده كانها بتدلعكوا، انت يا زفت، انت يا زفته، او انت يا خاريه. وتقول لك بكره تعرفوا امتى لما اموت هتنهش فيكوا كلاب السكك. قلبي وربي غضبان عليك ليوم الدين. ولو مشغول عنها بقى ولا عن دراستك وماسك الموبايل ولا ماسكه الموبايل في ايدك، اقفل الزفت اللي في ايدك ده وخش ذاكر. ولو حبيت تاكل بعقلها حلاوه وجايب لها هديه، يا ما جاب الغراب لامه. وكل ده صدقوني من ورا قلبها، كل ده بيرن في دماغنا من واحنا صغيرين وبنفضل نفتكره ونقعد نضحك عليه. اتقبل امك زي ما هي، اوعى في يوم توقفها وتحاسبها وتقول لها عملت كده ليه وعملت كده ازاي. الام ما بتتحاسبش وما بتتعاتبش ولا تحسسها بالذنب ولا تعدل لها. ولما كنتوا صغيرين كانت هي دي طاقة الام، هي دي ثقافتها، هو ده اللي كانت تقدر تعمله وانت صغير. ساعتها بقى كانت تعمل معاك ايه، تربيك ازاي. انت ما شفتش هي عاشت قبلك ازاي ولا حصل معاها ايه علشان توصلك للمرحلة اللي انت فيها، علشان انت تبقى راجل وعشان انت تبقي ست البنات. ارحموا امهاتكم من السخرية او انكم تزهقوا من تصرفاتهم. ما تبخلش عليها لا باهتمامك ولا بمالك، حتى لو مش محتاجة ما تستكترش عليها الفلوس اللي بتديها لها. ولو تعبانة او حسيت انها تعبانة من غير ما تقولك اجري بيها وعالجها، هي اللي ما كانتش بتستحمل عليك الهوى وانت صغير وبتجري عليك عشان تداويك. اوعى تخلي مراتك او جوزك اولويات عنها علشان لو راحت مش هتسامح نفسك. امك مهما كانت هتقعد شوية وهتمشي، وانت هتجني اللي زرعته. دان تدان. ولو مشي تترحموا عليها، ترحموا على قد ما تقدروا وما تبخلوش بالدعاء، علشان لو في يوم من الايام كنت زعلتها تسامحك. على قد ما تقدر صدق لروح امك، على الاقل تقدر تعوضها اللي ما عملتوش في الدنيا. وكل سنه وكل ام طيبه وربنا يجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، اللهم امين. امك ثم امك ثم امك، علشان اللي يجي على امهات مصر يستحمل بلبل مصر. شيروا لها.